يا صباح السعادة، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. النهاردة بقى وصفة قنبلة هنعمل مع بعض النهاردة. طبيخ الكرشة. الأول خالص هنعمل الكرشة من أول التنظيف. هتطلع معاكي بسهولة بالإيد زي ما انتوا شايفين كده. بمعلقة واحدة بس سحرية هتحطيها، ولا مية مغلية ولا أي حاجة، هتطلع معاكي قشطة بالبياض الجميل ده، ولا زفارة ولا أي حاجة. هتعمليها بإيدك وهتطلع معاكي فله. كمان هنطبخها، هنعمل لها صلصة جميلة جدا وهنطبخها وهتبقى احلى طبيخ كرشة ممكن تاكلوه. بتعملي جنبيها بقى رز ابيض تاكليها بالعيش زي ما انا عملت، براحتك خالص. وصفتنا سهلة وبسيطة، يلا بينا نشوف المقادير. هنا عندي بتاع 2 كيلو من الكرشة. تمام. جبت 2 كيلو من الكرشة، ما عملتش فيها اي حاجة غير ان انا شطفتها بس شطفة بسيطة كده تحت الحنفية، تحت ميه جاريه، تحت الحنفيه كده. شطفتها شطفه وحطيتها في طبق زي ما انتوا شايفين معايا. بعد كده بقى هنحط مكون، ايه المكون ده؟ هنحط ملح ليمون. بس الملح الليمون كتره مش حلو. لو كترتي ملح الليمون على الكرشه وانت بتنضفيها هتلاقيها على طول دابت منك وهي بتستوي، وكمان اللحم بتاعها هيدوب منك. احنا مش عايزين كده. يعني 2 كيلو انا حطيت عليها نص معلقه من ملح الليمون على ال 2 كيلو كلهم. نص معلقة مليانة من الملح الليمون او معلقة ممسوحة من الملح الليمون، مش اكتر من كده. وبعد كده حطيت بعد كده حطيت على الكرشة، وبعد كده حطيت مية سخنة بس مش مية مغلية، سخنة مش مغلية. يعني تسخني المية وتحطي ايدك فيها وتستحملي المية. يعني انا حاطة ايدي في المية اهو، هي سخنة بس انا ايه، مستحملاها على ايدي عادي خالص، بس ما تبقاش مغلية. شايفين اول ما حطيت الميه والملح الليمون، شايفين ابيضت ازاي اصلا من قبل ما انضفها؟ لسه ما نضفتهاش، على طول ابيضت بالطريقه دي. شايفين؟ هنسيبها بقى 5 دقايق وهنرجع لها. نسيبها تتنقع 5 دقايق في ملح الليمون والميه دي ونرجع لها. هنا بقى كان خلاص عدى 5 دقايق، وشايفين بقول لكم بتطلع بالايد بكل سهوله. والله العظيم كانت بتطلع في ايدي كده، بتتنضف بكل سهوله. ممكن كمان تعمليها بسكينه، يعني ممكن تعمليها بسكينة وممكن كمان تعمليها بإيدك اللي انت حباه. بجد نطفت جدا جدا جدا، وكانت حلوة قوي، وكانت سهلة خالص خالص. انا الوصفة دي مش انا اللي مخترعاها، يعني انا شفتها على قناة على اليوتيوب وقلت هجربها معاكم. بجد نجحت معايا ونطفت بسهولة خالص، غير السكينة بقى. يعني انت بايدك كانت بتطلع كده، ما بالك بقى لو كحتيها بسكينه؟ هتلاقيها بتطلع بكل سهوله خالص ومش هتاخد معاكي وقت، وهي فعلا ما اخدتش معايا اي وقت خالص. شايفين؟ بحاول اخد من كل الحتت النواحي كده عشان اوريكم ان هي بجد كانت، يعني القشره الخارجيه دي كانت دايبه كده وبتطلع في ايدي بكل سهوله. واصلا الكرشه بقت فاتحه اول ما حطيتها في الميه بملح الليمون. ملح الليمون يا جماعه ما تكتروش، والله العظيم لو كترتوا ملح الليمون هتلاقوها اتهرت منك وانت بتسلقيها، هتلاقيها كشت. وفي نفس الوقت هتنضف معاكي وكل حاجه وهتخليها بتلمع، بس هتهريها منك. مش بكتر ملح الليمون، لان ملح الليمون ده يعتبر ماده حافظه. هجرب معاكم برضو بالسكينه. تمام. بالسكينه كده اهو شايفين بسهوله خالص بتطلع ازاي. بس انا هوريكم الحته دي بس بالسكينه، وبعد كده هكمل بايدي عادي خالص. بس انا قلت اوريكم حته كده بالسكينه بتطلع بكل سهوله. وانا ما ضفتش اي حاجه زياده، ولا ميه مغليه بقى ولا اي حاجه. هي ميه سخنه وحطيتها على طول على الكرشه سخنه. انت مستحملي ايدك وانت حاطه ايدك جواها. تمام. اهو شايفين نطفت بسهوله خالص بالسكينه ازاي، وكمان بايدك هتبقى اسهل بكتير خالص يعني. هنخلص بقى الحتة دي، وبعد كده اهو بوريكم نطفت بجد ازاي. نطفت بقت قشطة، ولا زفارة ولا اي حاجة خالص. بس كده هبقى هنضف الباقي بايدي، هوريكم برضو بايدي كانت جميلة ازاي. وطبعا لسه هنغسلها برضو تاني. هوريكم بقى الباقي ده كله هعمله ايه بايدي. شايفين بالسكينة بتطلع ازاي؟ شايفين؟ لقيت بايدي دي اسهل بصراحة، رحت شلت السكينة وشلت الطبق. اهو شايفين تطلع بكل سهولة زي بإيدي. يعني انا نضفت باقي الكمية بإيدي بصراحة، كانت حلوة قوي، كانت دايبة. بس زي ما قلت لكم، يعني انا 2 كيلو اهم، حطيت عليهم نص معلقة كبيرة، معلقة اكل يعني، نص معلقة
من الملح الليمون او معلقه ممسوحه من ملح الليمون. ما كتريش ملح الليمون، يعني بحذر كتير، عدتها كذا مره في الفيديو، بس انا بحذر كتير بجد عشان خاطر هيدوب معاكي الكرشه خالص. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الكرشه تبقى بقوامها بعد ما تستوي وكل حاجه. ف حطي ملح ليمون، هي كده كده بتقضي الغرض، يعني معلقه زي 2 زي 10 بتقضي الغرض وهتنضفها لك، بس لو كترها مش حلو. تمام. شايفين نطفت ازاي بسهولة خالص؟ هوريها لكم بقى بعد ما تنضف. و طبعا هغسلها برضو بالليمون بعد ما بخلص خالص، يعني أنا مش بكتفي بكده وبس، لا باخدها تحت ميه جاريه تحت الحنفيه، وبيبقى معايا نصين ليمونه كده بعصرهم عليها وادعكهم جامد جامد جامد، وبغسلهم كويس قوي. اولا عشان هي ما فيهاش اي زفاره، والله العظيم فعلا ما كانش اي فيها زفاره. شايفين لون الميه اصلا؟ شايفين انا بشيل كده اهو بايدي بكل سهوله، بتطلع بكل سهوله، ولا سكينه ولا اي حاجه. انا وريتكم بالسكينه برضو، انتوا حابين تعملوا بالسكينه في المرحله دي براحتكم، بس هي مش مستاهله اصلا سكينه. هنا كنت خلاص غسلتها كويس قوي ونضفتها، وعصرت عليها ليمونه ودعكتها وغسلتها تاني تحت ميه جاريه تحت الحنفيه عادي خالص. في حلين بقى للسوا، يا اما تقطعيها وهي نيه كده مكعبات صغيره زي ما انا هعمل وبعد كده تسلقيها، يا اما بتحطيها صحيحه كده في الحله لغايه ما تستوي وبعد كده بتقطعيها بعد ما تستوي. الاسهل عليكي اعمليه. انا بصراحه قطعتها مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين كده. شايفين قطعتها مكعبات بالحجم ده. وبعد كده حاطه انا هسلقها في حله الضغط. انت حابه تسلقيها في الحله العاديه عادي خالص، مش هتاخد معاكي سوا اصلا، مش هتاخد معاكي اكتر من نص ساعه. تمام. بس انا قلت احطها في حله الضغط عشان انا بحبها مهريه يعني مستويه شويه. فرحت حطيتها في حله الضغط، هسيبها بتاع نص ساعه بالظبط في حله الضغط، وكانت هتبقى مستويه جدا جدا جدا، يعني ما بتاخدش غلوه اصل. في الصلصه بتاعتها ما بتاخدش غلوه. هنا بقى اهو حله الضغط، حاطه فيها، حاطه فيها بصلايه كبيره مقطعاها، وهحط كمان ورق لورا، تمام، وحبهان بودر. انا بجيبهم وبطحنهم بحطهم في برطمان، بحطهم في اي شوربه. كده كده الشوربه دي هتترمي، يعني مش هتتشرب ولا اي حاجه. فهنا حطيت معلقه كده مليانه من الحبهان ولا الورق اللورا البودر، وحطيت كمان ربع معلقه من الفلفل الاسمر. تمام. بس كده، ما بحطش اكتر من كده. بقى كده هنزل بقى بالكرشه اللي انا مقطعاها كلها بنفس الطريقه دي. انا طبعا كنت جايبه فشه، بس ما وريتها لكمش في الفيديو، برضو بسلقها بنفس الطريقه دي، بصلايه ورق لورا وفلفل اسمر، وبسلقها وبعد كده بقطعها مكعبات صغيره عشان انا هطبخها برضو مع الكرشه. بحب طبيخ الكرشه يكون معاه حتت فشه كده مكعبات برضو. هوريها لكم برضو بعد ما تتسلق. انا ما وريتها لكمش، نسيت اوريها لكم. بسيبها بقى نص ساعه. الكرشه كانت استوت بعد نص ساعه، وكانت استوت قوي كمان، يعني كان تلت ساعه وكانت هتبقى مستويه. وهنا بقى كانت خلاص الكرشه جاهزه، وده الفشه اللي بقول لكم عليها بتتسلق بنفس الطريقه. بسلقها الاول خالص قبل ما اقطعها في ميه ببصل ولا لورا وحبهان وفلفل اسمر، وبسلقها. بعد كده بعد ما تتسلق خالص بروح مقطعاها مكعبات بالمنظر ده. تاخد برضو بتاع نص ساعه في السوا. وبعد كده بقى عندي بصلايه مفرماها وعصير طماطم دي عشان نعمل بقى الصلصه بتاعتنا الجميله. لو وصلتوا معايا هنا في الفيديو، يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. خلاص كده المقادير سهله خالص بتاعتنا بتاعت الصلصه. بصل وصلصه ضرباها بس على تقيل، يعني ضربه طماطم تقيله. تمام. او تطلعي من الطماطم اللي احنا مفرزينها في الفريزر مفيش اي مشكله، طلعي كيس او اتنين على حسب الكميه. انا حطيت معلقه من السمنه وشويه من الزيت، وكمان هنزل بقى بالبصلايه اللي انا فرماها. او تقطعيها مكعبات صغيره او تفرميها في الكبه براحتك خالص. انا هنا فرماها في الكبه، وهبتدي اشوح فيها كويس جدا لغايه لما تاخد اللون الذهبي. تمام. طبعا الكرشه بتتعمل بكذا طريقه، ممكن تعمليها زي الكمونيه كده، ممكن تحمصيها كده في شويه زيت. تمام. وتحط عليهم شويه كمون وملح وفلفل وتقلبيها وتحطيها في سندوتش، بتتاكل جميله جدا. تمام. ممكن تعمليها في الصلصه زي ما انا عملتها، في كذا طريقه جدا للكرشه، بس انا بحبها طبيخ كده. الطبيخ ده بقى ممكن تعملي جنبيه رز ابيض، يا اما تاكليه بالعيش. انا المره دي ما عملتش رز معاه، اكلت بالعيش عادي خالص، كانت جميله جدا جدا جدا.
وهنا بقى كان خلاص البصل معايا ان هو ابتدى ياخد لون. فاول ما يبتدي ان هو ياخد اللون الذهبي الفاتح ده، هنزل بيه معلقه من الثوم المفروم، كبيره يعني معلقه اكل كده كبيره، توم مفروم نزلت بيها، بتخلي ريحه ريحه الصلصه معايا حلوه قوي وطعمها كمان جميل. هقلبها كويس جدا مع البصله. وبعد كده هنزل بيه عصير الطماطم، انا هتلاقوه تقيل شويه، انا حابه ان هو يبقى تقيل، حطيت شويه كده. وبعد كده هزودهم بقى ايه، اول ما تاخد غلوه والتانية هنزل بيه الكرشه والفشه بتاعتي. وبعد كده آه هزودها ميه لو احتاجت ميه، يعني عشان هي هتبقى تقيله، فانا بزودها ميه او مرقه اللي متوفر عندك حطيه، مفيش اي مشكله. انا كان خلاص اهي غليت، شايفين؟ اول ما بتغلي بالمنظر ده كده، كده خلاص الصلصه تمام معايا، اتسبكت. واروح نازله على طول طبعا انا مسرعه الفيديو، هي سبتها تتسبك خالص لغايه ما غليت كده واتسبكت كويس قوي. بعد كده نزلت بالكرشه والفشه، وهزود بقى ميه مغليه عليها. وبعد كده هديها تقليبه، وهنحط بقى البهارات بتاعتنا اللي هي ايه، انا حطيت كمون، فلفل اسمر، ملح، كزبره ناشفه بس مش كتير، يعني كمون، فلفل اسمر، ملح، وكزبره ناشفه، رشه كزبره ناشفه كده، وخلاص على كده. وكمان حطيت ربع معلقه كبيره من السكر، بتخلي عشان حموضه الطماطم. بس كده، وهقلبها وهغطي عليها، هخليها بالظبط تاخد غلوتين او 3 غلوات بالظبط. انا سبتها تاخد غلوتين عشان هو كل حاجه مستويه، الكرشه مستويه جدا، الفشه كانت مستويه جدا، وكمان اللهم صل على النبي، الصلصه خلاص متسبكه، فهتاخد غلوتين مع بعض وخلاص على كده. ونسيت اقول لكم كمان ان لما الكرشه والفشه اتسلقوا، ما طلعتهمش على طول على الطبق، لا، اديت لهم شطفه كده تحت الحنفيه، وبعد كده حطيتهم في الطبيخ. تمام، لازم تشطفيهم كويس قوي بعد السليق تحت الحنفيه كده شطفه، شطفه بسيطه قوي كده. وبعد كده خلاص على كده تقطع الفشه والكرشه جاهزه معاكي. هنا كان خلاص ظبطت الملح بتاعها، وهنا كان الطبيخ بتاعي جاهز، وكانت الريحه بتاعته جميله جدا، وما كانش ناقص اي حاجه. كان ناقص بس ايه، ان انت تغرفيه وتاكليه وهو سخن كده وجميل جدا. شايفين المنظر جميل ازاي؟ منظره جميل جدا. بسم الله ما شاء الله. يبقوا جربوا طريقة التنظيف دي، وقولوا لي برضو في التعليقات نجحت معاكم ولا لا. وقولوا لي برضو انتوا بتنظفوا بأنهي طريقة، كلنا بنستفيد من بعض. وشايفين بقى الجمال، الكرشة قطعة بقطعتها ازاي. بألف هنا وشفا اللي هيجربها. ولو عجبتكم الوصفة بقى، ما تنسونوش بقى باللايك الجميل بتاعكم، والاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتنا وروتيناتنا اللي احنا بنعملها مع بعض. وشايفين، بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش بقى تقولوا رأيكم في التعليقات، هستنى رأيكم في التعليقات تحت. واشوفكم في رعاية الله في فيديو جديد.